قلت اعمل بقى حمام زيت كده قبل ما ياخد الشاور، لاني بقالي كتير قوي مش بعمل حمام زيت. فتعالوا اوريكم الزيوت اللي هحطها على شعري. لو سألتوني اكتر زيوت بتحبيهم هما التلاتة دول، ومعاهم مين؟ معاهم زيت جوز الهند، بس زيت جوز الهند حاليا خلصان مش معايا، بس انا بعشقهم. خلاص زيت جزر اليقطين قرب يخلص، هوريكم. هو جاي لحد هنا حرفيا من كتر ما بستخدمه. فدول الزيوت المفضلة عندي بجد. أنا بحب كل فترة أجرب زيوت مختلفة علشان أعرف ايه المفيد لشعري. في الفترة الأخيرة لما جربتهم بجد تحفة تحفة تحفة. وعامة زيت الجوجوبا أنا عارفة من بدري الزيتين دول تحفة تحفة. ده زيت العنب أو بذور العنب، وده زيت اليقطين أو بذور اليقطين أو قرع العسل. ماشي، وده زيت الجوجوبا. ده زيت الجوجوبا بجد يا جماعة خطير، بيصلح بقى الشعر التلفان التعبان المتقصف الهايش الجاف، فهو خطير. مع الميكس بقى ده كله عليهم زيت جوز هند بيبقى في حتة تانية حرفيا، بس أنا مش عندي فهقفلهم بقى في دي. ده زيت الجوجوبا بجد بحبه جدا، أصلا ممكن تدهنوه على شعركم. هو ريحته قهوة عادي فما عنديش مشكلة، يعني ما عنديش مشكلة. حطيتهم اهو. بإذن الله فيديو تاني هنعمل خلطة هنضيف فروة الراس، وهنعمل خلطة كمان لترطيب الشعر لحاجات طبيعية وجامدة. نخلط بقى كويس واوزعهم على شعري. احسن طريقة تسلكوا شعركم كله وتجيبوه كده لورا وتحطوا كده. في الاول كنت بقول الزيوت دي ما بتجيبش نتيجة. ليه؟ لان انت تستخدميها مرة او مرتين وعايزة تجيبلك نتيجة او مفعول من اول مرة. او المرتين اللي استخدمتي فيهم، لا لازم تدومي عليهم كذا اسبوع كذا شهر علشان تشوفي النتيجة. ده منه على الشعر ذات نفسه مش على الفروة. ليه؟ لان انا شعري جاف، فلما باخد الشاور لما بيتعرض لمية كمان للشامبو بتاع القشرة فشعري بيبقى جاف جدا بعد الشاور، مهما حطيت له زيوت مهما حطيت له كريمات. احسن حاجة وجربتها بجد نفعت معايا ان انا بحط له زيت قبل ما بياخد الشاور، فلما كل الحاجات دي بتعدي على شعري فبتاخد الزيت مش بتاخد الدهون الصحية اللي في شعري. ماشي، وبطلع بلاقيه كمان مترطب، بحط له حبة زيت خفيفين جدا او سيرم وخلاص بيبقى الشعر مية مية منه اهو. ما تحطوش كتير قوي، يعني هو حاجة بسيطة خالص. والغسيل كان اتغسل. بصوا انا مش بعرف انشر قوي بس عارفة شوية اساسيات كده، ان هي الحاجة طويلة ورا وكده. ماشي، ونشرت بس كام حاجة وماما كملت الباقي، بس يعني انا بحب اساعد وكده. انتوا دلوقتي في اجازة فتساعدوا مامتكم، لكن في ايام الدراسة وكده فمش بنعرف نساعدهم خالص. وبعد كده دخلت اخدت الشاور، وبحط قبل ما انام من السيروم ده انا عاملاه للضوافر، هو بيطولها. اللي سألوني يعني ازاي بتحافظي على ضوافرك وازاي بتطوليها، شوفوا طريقة السيروم ده هتلاقوا فيديو تجهيزات عيد الاضحى كنت عاملاه معاكم. بجد هو حلو قوي وبيطول الضوافر بسرعة جدا. وبس كده بيكون روتين النهاردة خلص، اتمنى يكون عجبكم. بس كده، باي.